الحلو النهارده عندي هنعمل تارت بالمانجا وبالعين الجمل وبأي فاكهة عندنا بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات سهلة. بيتباع في المحلات غالي جدا. هيطلع روعة معانا في البيت بالمكونات اللي عندنا. هنعمل كوباية الا ربع زبدة وكوباية الا ربع سكر واتنين بيضة، هنلفهم بالمضرب اليدوي ونخلي قوامهم زي الكريمة بالظبط. هننزل بكوبايتين ونص دقيق ورشة ملح وباكو فانيليا، وهن برضو هنضرب المكونات كلها بالمضرب، وهنحاول نلم العجينة بالدقيق بحيث ان هي تكون معانا عجينة لينة، عجينة بسكوت حلوة قوي، طالعة وناعمة ولينة جدا. هنجيب اي صاج او اي صينية عندنا، هنعمل القوالب ديت البسكوت، هننزل فيها وهنسوي الحروف عشان خاطر ما تتحرقش معانا او ما تنشفش. او لو عندنا صينية من صينية البسبوسة او البيتزا، وفي صواني اللي هي صواني التارت، هنفرد فيها العجينة وهنعملها زي شيت بسكوت في الصينية. هيخرج بسلاسة من الصينية لانها هي كلها معجونة بزبدة، فمش هتستحمل، هتفصل من الصاج اللي هي مفرودة عليه. هندخلهم الفرن على حرارة 160. هي مش هتقعد كتير في الفرن لان الزبدة هتحمرها على طول. هنجيب من مستلزمات الحلواني باستري كريم، باودر اسمه باستري كريم. تحضيره سهل جدا، هنحط معلقتين كبار وفي حدود كوباية الا ربع لبن. هندوب البودرة مع اللبن بالمضرب اليدوي، هتعمل لنا قوام كده زي الكريمة او زي المايونيز، حلوة قوي. هنجيب البسكوت بتاعنا لما يطلع من الفرن، هنملاه او هنعبيه بالباستري كريم. كان عندي مانجا وحشيت عين جمل وعندي عنب، اي حشوة عندك، اي فاكهة هيبقى لطيف قوي. عندي كراميل، مليت واحدة كراميل وبرضو حطيت فوقيها عين جمل. طعم الكراميل مع العين الجمل بيبقى حلو قوي. بالنسبة للصينية الكبيرة قسمتها بالنص، حطيت باستري كريم وحطيت فوقيها مانجا، وطلعة سهلة وجميلة جدا.